كل يوم يمر تخسر جزءاً من هرمون التستوستيرون، والمشكلة أنك لا تشعر بذلك أصلاً. تشير الدراسات إلى أن معدل التستوستيرون عند الرجال ينخفض بنسبة تقارب 1% كل عام، وهذا الهرمون هو المسؤول عن كل ما يجعلك رجلاً بحق: حجم عضلاتك، قوة عظامك، حدة ملامح وجهك، وحتى طاقتك الداخلية التي تدفعك للحياة والعمل. من دون التستوستيرون تفقد كل هذا. في هذا الفيديو سأحدثك عن العادات اليومية التي تدمر هرمون التستوستيرون لديك دون أن تشعر، وسأقدم لك الحلول البسيطة المثبتة علمياً لزيادته بشكل طبيعي. فلنبدأ. أولاً، العادات التي تقلل التستوستيرون. 1. قلة الحركة. معظم الرجال اليوم يقضون ساعات طويلة جالسين على الأسرة أو أمام هواتفهم وألعابهم. جسمك حين يرى هذا النمط من الكسل يفهم أنك لا تحتاج إلى قوة أو عضلات، فيتوقف تدريجياً عن إنتاج التستوستيرون بالكميات اللازمة. في الماضي كان الناس يتحركون كثيراً، يسيرون على أقدامهم لمسافات طويلة، أما اليوم فالسيارات والدراجات حلت محل الحركة، وقلة الحركة تعني ببساطة قلة التستوستيرون. 2. الإفراط في العادة السرية. الإفراط في مشاهدة المحتوى الإباحي أو ممارسة العادة باستمرار يبقي دماغك غارقاً في الدوبامين الزائف، فيصبح خاملاً لا يسعى لتحقيق أي هدف، ويبدأ الجسم بفقدان الرغبة في بناء العضلات أو الإنجاز. لا تصدق من يقول إن العادة ترفع التستوستيرون، فالنظر إلى حياة المفرطين فيها كاف لتدرك الحقيقة. السيطرة في يدك أنت وحدك. 3. الحرارة الزائدة. الخصيتان تحتاجان إلى درجة حرارة أقل من حرارة الجسد لينتج الهرمون بشكل طبيعي، ولهذا خلقهما الله خارج الجسد. لكن ارتداء السراويل الضيقة والاستحمام بالماء الساخن ووضع الحاسوب المحمول على الفخذين كلها ترفع الحرارة وتقلل من إنتاج التستوستيرون. احرص على ارتداء ملابس فضفاضة أثناء النوم، وتجنب الماء الساخن قدر الإمكان، ولا قضع الأجهزة الإلكترونية على رجليك. 4. البلاستيك. معظم أنواع البلاستيك تحتوي على مواد مثل BPA، وهي مواد تتصرف داخل الجسم مثل هرمون الإستروجين الأنثوي، وكلما ارتفع الإستروجين انخفض التستوستيرون. لذا احفظ طعامك وماءك في أوعية زجاجية أو من ستانلس، وابتعد قدر الإمكان عن البلاستيك. 5. الطعام السيء. السكريات والزيوت النباتية والكربوهيدرات المصنعة ترفع من مستوى الإنسولين وتسبب التهابات مزمنة، وكل ذلك يضعف إنتاج التستوستيرون. كما أن الدهون الزائدة في الجسم تحول جزءاً من التستوستيرون إلى إستروجين. لذلك يجب أن يكون نظامك الغذائي متوازناً وصحياً. ثانياً، كيف ترفع التستوستيرون بشكل طبيعي؟ 1. التغذية. العناصر الثلاثة الأساسية لإنتاج التستوستيرون هي الزنك والمغنيسيوم وفيتامين د. الزنك يوجد في البيض واللحوم الحمراء وسمك السلمون، أما المغنيسيوم فيوجد في المكسرات واللب الأبيض والشوكولاتة الداكنة بنسبة 90%، وأما فيتامين د فمصدره الأفضل هو الشمس، تعرض لها من 15 إلى 20 دقيقة يومياً. 2. التمرين. ممارسة الرياضة ضرورية، ولكن الأهم هو نوعها. التمارين السريعة كالركض المتقطع أو نط الحبل ترفع التستوستيرون بشكل كبير. اجعل تمرينك هكذا: اركض بكل قوتك لمدة 30 ثانية، ثم ارتح دقيقتين وكررها 3 مرات. تذكر، الركض السريع يصنع أجساماً مشدودة، أما الركض البطيء فيؤدي إلى نتائج عكسية. 3. الماء. ابتعد تماماً عن ماء الصنبور، فهو يحتوي على مواد كيميائية تضعف الهرمونات وتزيد الإستروجين. استخدم فلتراً جيداً أو اشرب ماء معدنياً، واحفظه في زجاج أو معدن لا في البلاستيك. 4. الطواء. الضغط العصبي يرفع هرمون الكورتيزول الذي يستهلك الموارد اللازمة لإنتاج التستوستيرون. خفف من تفكيرك الزائد، نظم أولوياتك، واذهب إلى الصالة الرياضية، فتمرين جيد يمكن أن يقلل التوتر بنسبة 40%. 5. عش لهدف. إن الرجل الذي يعيش بلا هدف يفقد شغفه وطاقته وحتى رجولته الحقيقية. لكن عندما يكون لديك هدف واضح في عملك، في لياقتك أو في مشروعك، يستجيب جسمك بارتفاع الطاقة والدافع والتستوستيرون. اختر مهارة تؤمن بها وابدأ بتعلمها بجد ل6 أشهر، وسترى بنفسك كيف سيتغير كل شيء في حياتك. الخلاصة:
التستوستيرون ليس مجرد رقم في تحليل طبي، إنه رمز قوتك، طاقتك، وإصرارك على أن تكون الرجل الذي ولدت لتكونه. احمه وابدأ التغيير من اليوم. الخاتمة: كان معكم من فانتاي بودكاست. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وادعم المحتوى التحفيزي الذي يغير حياتك للأفضل. كن أنت، لا ما يفرضه عليك العالم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.